قراءة في ديوان الشاعر مروان شيخي أقود بك الغربة. الديوان من إصدارات اتحاد الكتاب الكرد قامشلو سنة 2019. ما وراء الكلمات يبصر المرء أحاديث الكون وسجالاته في ذات شاعرة تفرد للأشياء مساحات من التفكير والتأمل لتفصح عن ذلك من خلال الرموز والصور التي تحبس الأنفاس وتختزل الدهشة على هيئة إيقاعات راصدة لحكايات العشق وتلك الاعترافات المكدسة في الكوامن. فيقول مروان شيخي هنا: سأعترف بأن الجهات خذلتني بعصافيرها وراوغتني في المكان، وأن القلوب التي افتقدتها ما صدقت وعدها بمنحي كل أصناف الحنان. وينتقل الشاعر من باب الاعترافات الوجدانية للحديث عن جدلية الموت والحب في توضيح منه عن مآلات الخراب والتداعي، فتراه يطرق العديد من الموضوعات على هيئة قصيدة واحدة تتحدث عن علاقة الإنسان بالأنثى الأم والحبيبة، وعن حزن المرهفين، وانقياد الشاعر لأحزانه في التعبير عن الحب والعلاقة الوجدانية وما يتخللها من فقد وشوق، وعن مراميز الحضور والغياب وما لهما من عميق الأثر على الشعر. يكتب مروان شيخي على نحو هادئ، فيتنقل من اغتراب لآخر لفهم تجليات النفس والوجدان وتغيرات الحياة وعدم اكتمال الحب، بل بمحاصرة الشقاء له، كأنما هو قدر النفس أن تشقى وتعاني في حضرة الحنين والبعاد. فالبناء الشعري لدى الشاعر يتجلى أحيانا على هيئة حوارية بينه وبين الأنثى، كما هنا صفحة 92: دعيني أعلمك وحشتي وأحزان مريم تحت النخيل، أهز فيك روحي بصرخة عشق عليل، كي لا تكوني القاتلة وأنا القتيل. في مقاربة من الشاعر مع آية قرآنية وردت في سورة مريم 25: وهزي إليك بجذع النخلة تتساقط عليك رطبا جنيا. وهنا استخدم الشاعر الاستعارة، فدعا المحبوب لتهز روحه من خلال صرخة عليلة تبين عظم الحرائق التي تستولي عليه لحظة عشق فاصلة ما بين الحياة والموت. الصورة الشعرية لدى مروان شيخي. كما نعلم فإن مفهوم الصورة الشعرية بات طاغيا في الشعر المعاصر، حيث يستحضر طاقات لغوية وإيقاعات ودلالات تغوص في الرمز وفي بيان ذائقة الشاعر ورفته المعرفي ونظرته للحياة. فنلحظ لدى الشاعر طغيان الصورة المعنوية لديه على الحسية، وذلك يعود لحالة الحزن التي تعتصره، وكذلك يستمد من الماضي الوجداني وعلاقته بالإنسان الكثير. فهنا نرى صفحة 94: لا تقولي وداعا، تتكاثر في الآهات وتأخذ مني حلمي، زمن الحزن قد فات، لم أستطع غير احتوائك نشيدا موالا وآيات. نلحظ مما سبق ميل الشاعر إلى عقد حوارات مع المحبوبة، فعلى الرغم من قوله بأن زمن الحزن قد ولى، فها هو يعيد تلك السجعات الحاملة رياح الحزن حين يكررها عبر مفردتي الآهات والمواويل. تلك الحواريات التي يجريها مع الأنثى الغائبة لا تنفك عنه، وكأنه في تكرارها يحاول فهم شيء من حضور الحب وأفوله وحضور الحبيبة وبعادها، ويسقط ذلك على العالم برمته بما يتخلله من مواقف ولحظات
وعبر كثيرة.